زواج عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ عبد الله 25 سنة وكان شابا نسيبا جميلا، أراد أبوه عبد المطلب أن يزوجه، فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب بن مرة، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فدخل بها عبد الله في مكة وتزوجها. ثم خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام في عير من عيرات قريش يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض، فقال عبد الله: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار، فأقام عندهم مريضا شهرا. ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن عبد الله، فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث، فوجده قد توفي ودفن في دار نابغة، وهو رجل من بني عدي بن النجار. فرجع الحارث بن عبد المطلب إلى أبيه عبد المطلب فأخبره أن عبد الله قد توفي، فحزن عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته حزنا شديدا. ولما توفي عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه، وقد توفي أبوه وأمه حبلى به. وتوفي عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 25 سنة.